حدث عالمي مؤسف وكارثي. الكاميرات الموجودة في بعض المنازل والمحلات والشوارع والشركات والمستودعات حول العالم، بعض هذه الكاميرات ستصبح حديث الناس والإعلام، وذلك بسبب بعض الظواهر الغريبة والغامضة التي سيتم اكتشافها على هذه الكاميرات بالصدفة. وبعض كاميرات المراقبة سوف تلتقط مشاهد وصور لأشياء غريبة وغامضة وليس لها أي تفسير علمي في المدى المنظور. وهنا أنصحكم بتركيب هذه الكاميرات ومراقبتها بشكل مستمر وخاصة أثناء الليل. هاتيش من بالليل هو بالنهار تجيبي لنا خبر نيشانه متخوطه تشوفي هاد المتساخط هو في تونس قالك سيدي بان هاد شي بحال شي كلب سبحان الله وغادي مع الكلاب. شوف الحيوان كيدير سبحان الله غريب، مسمينو في تونس الشيطان القايله، كيقولوا ليه شيطان القايله. شوف سبحان الله كيدير لا علاقه. يا رب السلام مش هاد العجب الدنيا هادي 2023 و24 وزيد الفوق كاين عن الكوارث غيبانو. هاد المخلوق هذا اللي كتشوفوا معايا في الصوره الخوت راه ظهر في تونس سماوه هاد خوتنا هادو شيطان القايله. شيطان القايله ما عرفتش المعنى ديالها صراحه، كنتمنى من التوانسه يفهمونا هاد الاسم هذا منين جا. نتسناوكم في الكومنتير تجاوبونا. يا لطيف يا لطيف يا رب السلامة. شوفوا العجب سبحان الله. لحظة طارق بربي لحظة رحمة أمك لحظة. استنى خرج زيد تخرج له تحب نخرج له مليح. خنرجع لا براس امك خنرجع لا خلاص خويا هبط له وحدك في لحظة هبط له. وفي هذا الفيديو هذا الفيديو الثاني غتشوفوا معايا هاد سائق الحافلة غادي بأمان الله مع الدراري ديال المدرسة، غادي بهم بخير حتى كيختفيو كما كتشوفوا معايا في هاد الفيديو هذا. حمق السيد ما بقى بان ليه والو كيفاش الدراري فين مشاو. ايوا الخوت كنتمنى من هذا الفيديو هذا يكون عجبكم. كنتمنى منكم انكم تعطيونا الاراء ديالكم في هاد الفيديوهات وفي هاد اختنا هذه اللي كتجيب لنا هاد التكهنات وفي الاخر كتقول لك ازاي والوقت امتى ما عرفش، ما تسالونيش ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.